السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ وحشتوني كتير. يلا زي ما تعودنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابدأي على طول بالذكر كده، وخلي ذكر ربنا في بقك على طول، هتسهل لك كل حياتك. جيت بقى من الشغل لقيت المطبخ منظره ما يسرش عدو ولا حبيب، قلت طب يا بنتي انت هتخشي تعملي الاكل من غير ما تنضفي المطبخ وتظبطي الدنيا كده؟ يلا بقى ايدي مع ايدك انت وهي، وخشي روقي المطبخ وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعضينا يا سعدية. كان عندي حبة مواعين ما اقولكوش، يعني انتوا شايفينهم قدامكم، حلتين على كام طبق كده. طبعا المطبخ ده ما بيبطلش، كل حاجة لازم ترجع اولها واخرها يرجع للمطبخ، اي حاجة خارجة من اي حتة تلاقيها ترجع من المطبخ برضه. مسكتهم وغسلتهم اوام اوام، وقبل ما اغسلهم كمان رحت ماسكه البوتاجاز. يعني انا هطبخ واسيب البوتاجاز يبقى مبهدل حتى يبقى منظره يفتح النفس. بس انت لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. قولي رايك ايه في القناه بتاعتنا، ودعموني كده ودوسوا لي اللايكات وقولي تعليقات، ولو في عندكم في افكار لفيديوهات جديده وعرفوني، مش انا قلت لكم قبل كده غششوني غششوني غششوني، احنا اخوات مع بعضينا. بصي بقى منظر البوتاجاز، هو البوتاجاز ده كده منظره تقريبا يومين، يعني ما اتغسلش بقاله يومين. لان انا باجي مثلا من الشغل بعمل الاكل، ممكن الاكل اللي انا بعمله يقعد معايا يومين، فايه ممكن ابقى فطار سما وساندي بيعملوا حاجه على السريع، فتلاقي البوتاجاز مطرحهم متبهدل. فانا بقى مسكت على طول البوتاجاز. عامه لو البوتاجاز ايدك فيه اول باول هتلاقيه نظيف ومش هياخد معاكي وقت، يعني دوت ما شاء الله، يعني حاجات بسيطه، مش حاجات كتير. مجرد ما همشي عليه بالسفنجه كده بالليفه بتاعه المعين او بالسلكه هتلاقيه نضيف على طول معاكي. بالعكس لو انت سبتيه وقعدتي فتره كده ومريحه ومنتخاها، هتلاقيه منظره ولا سر حد ولا حبيب اهو على طول. يا سلام بقى بعد ما تخلصيه لو مشيت عليه بقى بالروه كمان بتاعه الصابونه، بتاعه الصابونه المريحه، ما اقولكوش والله يا بنات بتخلي الالومنيا والسيليستين تحفه. جربوها كده. حته صابونه كده خليها عندك في الطبق اللي انت بتغسلي بيه، حاطه فيه الصابون السائل بتاعك. ها، وانت بعد ما تخلصي الحاجه روحي امشي عليها بالسلكه بالصابونه الوش. ما بنغسلش بالصابون الوش وشنا، وهنغسل بالسيليستين، والله هتخليه مرايه معاكي. بس انا عشان كنت مستعجله كنت عايزه خلاص قوام قوام. بصوا البوتاجاز، انا ما شلتش كل العيون، انا دوبك بس غسلت كده من على الوش غسله سريعه، عشان كان الوقت اتاخر بقى وعايزه اعمل الاكل. يعني جيت من الشغل وقعدت شويه وبعد كده غسلت المواعين وبعد كده نضفت البوتاجاز، اليوم بيجري بسرعه. انت هتعملي بقى النهارده يا ام سما؟ ما اكدبش عليكم يا اخواتي، كان عندي كيس لحمه، قلت والله ما انا مستخسراه. يا بنت خليه العيد الكبير، قلت لا لا ابدا ازاي. وبعدين لقيت كيس اللحمه قاعد في الفريزر مع نفسه كده كمشان وسقعان. قلت له تعالى هنا، انت قاعدني لوحدك؟ تعالى اخمغدك يا شو يا شيخ، انت قاعد لوحدك كده هتبقى سقعان وداخل علينا الشتاء. ويقولوا مسامة سابت كيس اللحمه في الفريزر لحد ما الراجل ساعه في الفريزر. تعالي يا بنت انت وهي بقى نعمل النهارده، نعمل باميه باللحمه. ما اقولكوش طلعت تحفه يا اخواتي بجد، تسلم ايديا. مفيش حد يقول تسلم ايديك يا ام مسامة. مسكت الاول الرخامه كمان مسحتها، وهنعمل بقى شوربه اللحمه. خليت الميه غليت ورحت نازله عليها بجزرايه وبصلايه وقرن فلفل. ما تسالوش بقرن الفلفل الاخضر ده، قرن الفلفل الاخضر ده بيخلي الشوربه في حته تاني. بجد والله العظيم لو جربتوه مش هتندموا. قرن فلفل صغير كده حطيه مع البصلايه والطماطمايه، لو انت بتحطي طماطم في الشوربه عادي. وعلى العين التانية بقى هننزل عليها بحته بقى سمنه حلوه كده، واول لما تسيح قبل ما تسيح كده نحط عليها حبه زيت كمان. طب ليه حطيت السمنه مع الزيت يا مسمى؟ عشان خاطر تبقى طريه معاكي والسمنه ما تتحرقش، عشان السمنه ما تتحرقش منك وترجعي تقولي ام سما اللي حرقت السمنه. لايقه على بعضها، ام سما اللي حرقت السمنه، والله لايقه. حطيت عليه حبه الزيت، وكنت مقطعه حبه بصل حلوين. باميه، باميه باللحمه يعني بصل، يعني توصي بالبصل ما تستخسريش. قطعت حبه بصل كده حلوين ونزلت عليهم. بصوا، وكان اللحمه بقى كانت عندي سليمه، اللحمه اللي كانت سقعانه في الفريزر دي اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو. رحت ماسكاها ورحت مقطعاها. انا بقطعها يعني مكعبات، مش ولا كبيره ولا صغيره، وسط على حسب ما انت متعوده. لقيت حته دهنه بقى، طبعا لحمه بلدي ما اقولكوش ريحتها تحفه. حطيت حته الدهنه كمان مع التقليه بتاعتي، تدي ريحه كده وحلاوه في الباميه فعلا. والله العظيم ابويا الله يرحمه كان دايما يقول ما تعرفيش قيمه حته الدهن دي. فعلا يا جماعه والله الدهن والحاجات بتاعتنا الطبيعيه دي احسن 100 مره من السمنه اللي بنجيبها والحاجات اللي احنا مش عارفين مصدرها دي ايه. حطيت بقى البصلايه والجزر وقرن الفلفل في الشرب، واللحمه غسلتها ورحت نزلتها في الشوربه. وكان عندي طبعا توم مفروم، انا على طول فارمه التوم في الفريزر. رحت واخده حته مكعب منه كده ورحت نازله عليه. مكعب حلو كده، فصين توم 3 حلوين، ما تستخسريش حطيها يا شيخه، كتري كتري. بصي هنقلبها بقى تقلبتين، وحطيت عليهم حبه ملح وحبه فلفل اصفر، بس انا الحته دي اتقطعت من الفيديو بقى، معلش سامحوني. ادي اللحمه بتاعتنا اهي، بصوا شامين الريحه؟ لو حد شامم الريحه دوس لي لايك. بس هو حد ما يقول لي انا مش شامم ريحه فمش هدوس لايك، دوسوا برضو لايك. ونزلت عليها بمعلقتين صلصه، هتخليها في حته تانية، تخلي يعني شكل الباميه اصلا يفتح النفس. ورحت نازله عليها بمعلقه بابريكا حلوه.
لو مش عايزه بابريكا خلاص ما تحطيش، دي حريه شخصيه يعني. انا ما بتاكلش قوي يعني اللي بيحط بابريكا، انا مش بحبها كتير يعني، مش في اكل معين اللي بحط بابريكا واكل لا. ونزلت عليها بالصلصه الطماطم. بصوا حطيت حبه فلفل اسمر عليها وحبه فلفل اسمر تاني. حسيت القوطه قليله لان انا كنت عامله كيسين باميه، ما كنتش جايبه باميه فريش بصراحه، كان عندي باميه في الفريزر. بص مطلعاها والله يا جماعه انا ما استخسرت في نفسي حاجه. بص طلعت حتى الباميه اللي مخزناها رمضان طلعتها. سيبك احنا ضامنين نعيش لبكره ما نعيش لرمضان. اهو بصوا نزلت عليها بالباميه. يا جماعه لو انتم مخزنين خضار وتعملوه دلوقتي مثلا، او مثلا انت حاطه الكيس بتاع حاجه، الخضار ما بتسيبوش لحد ما يفك خالص من التلج بتاعه كده، ترجعي تحطيه في الصلصه، لان ساعتها الخضار بيدبل معاكي ويبقى منظره ولا يسر حد ولا حبيب. الباميه زي ما هي تلجتها حطيتها على طول. معظم الخضار اللي انت بتخزنيه حطيه بالتلج على طول، ما تستنيش لحد ما يفك معاكي. وهنعمل بقى جنب الباميه واللحمه ايه؟ هنعمل حبه رز بشعريه. مش انا بتقول انا صارفه ومكلفه؟ بس استني بقى انت وهي رايحه فين؟ لحد دلوقتي كده مش شفتكيش دوستي لايك. ما تدوسي لايك يا وليه، دوسي لايك يا سعديه، مش هتخسري حاجه. دوسي لايك وادعي لي دعوه حلوه كده، وادعي لبنتي ربنا يكرمنا السنه دي يا رب، وادعي لكل اموات المسلمين ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم. ويلا مع بعض كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على النبي، صلى على النبي تكسبي. يبقى اتفرجت على الفيديو بتاعي، كسبت دعوتين حلوين وربنا يستر عليك يا رب. اهو حطينا الملح وحطينا مكعب ماجي. انا بحط عامه يا جماعه ما بحبش بهارات كتير، انا في معظم اكلي ملح وفلفل اسمر بس، بسيط اول لما بحط بهارات يعني. انا بحب طعم الاكل اكتر من البهارات، بحس ان طعم البهارات بيغير، مش كل الاكل بحط له بهارات كتير. بص الباميه بقى عندي على العين عشان تعرفوا اللي اختكم شطوره. خدت بقى حبه لحمه، كام حته من اللحمه كده وحطيتهم في قلب الصلصه، في بصلصه الباميه مع الباميه، وسبتهم بقى ايه يتدلعوا مع نفسهم، ياخدوا ويدوا مع بعض كده، عايزاهم يتعرفوا مع بعض ويتجانسوا مع بعض كده. انا سايباهم عشان اشوف الناتج بتاعهم ايه في الاخر. وسبت كام حته لحمه في قلب الشوربه لان استاذ ابراهيم عندي ما بياكلش اللحمه في الصلصه. بصوا شايفين الحلاوه؟ والله العظيم شكلها فاخر من الاخر. مين بقى بيعرف يعمل صينيه حبه باميه زي دول كده؟ بصوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادي الرز بشعريه. بصوا بقى في تكايه هنا حلوه قوي تعمليها انت وهي بتيجي تعملي رز بشعريه، رز واحده رز ابيض. بعد ما الرز بتاعك يستوي خلاص، دخل في السوا خلاص كده استوى بتاعه، انزلي بمعلقه سمنه حطيها على الوش كده وقلبيها. والله العظيم هتاكلي الرز لاخر حبايه. هو ده بقى فعلا ايه، لاخر قطره هتاكليها وهتدعي لي. معلش انا مطوله عليكم في الفيديو النهارده، بس الاكله تستاهل يا جدعان، دي لحمه يا اخواتي. اهو بص هنقلبها تقلبتين كمان. خلي ايدك في الباميه على طول عشان خاطر ما تلزقش، وانا دلوقتي مهديه النار عليها. بصوا شايفين شكلها؟ واللحمه ما اقولكوش كانت دايبه دوب. شايفين الحلاوه؟ يبقى احنا كده عملنا ايه النهارده بقى مع بعضينا؟ عملنا باميه، وعملنا لحمه، عملنا لحمه محمره، وعملنا لحمه في الباميه، وعملنا رز بشعريه. بصوا بقى اللحمه اللي انا قلت لكم عليها، انا دول بقى انا سبتهم على الجنب عشان خاطر ابراهيم وسام وسندي يعني برضو بياكلوا لحمه محمره. بصوا دايبه مستويه خالص ازاي. هروح محمراها بقى دي. وبصوا اللحمه، تعالوا نغرب بقى مع بعضنا كده ونشوف ونقول ايه رايك. دوقوا كده لو هينفع تدوقوا دوقوا. بصوا يا سلام، والله اللحمه كانت دايبه والباميه كانت مستويه وطعمها زي الفل. جربوها على طريقتي والله ما تندموا. طبعا فضينا بقى كده في الطبق، وعلى عين التانية هنحمر اللحمه ايه اللي قلنا عليها، عايزينها محمره مش عايزينها في الصلصه. ولادكم بيمتحنوا اليومين دول ولا انا اللي عندي حاله نادره؟ عشان سبب سندي بنتي بتقولي مش كل الاطفال بتمتحن وهي في اولى اعدادي، مش فاهمه ازاي. بصوا بقى نحط اللحمه نحمرها. انا حمرتها في سمنه ما حمرتهاش في زيت، حطيت حته سمنه كده حلوه ورحت محمراها فيها عشان ما تنشفش. قولوا لي ايه رايكم بقى، تعالوا تغدوا معانا. شايفين الحلاوه؟ يلا قولوا لي تسلم ايدك يا مسام. عادي الباميه، طاجن الباميه باللحمه، المفروض كان يتعمل في طاجن بس انا الطاجن بتاعي اتكسر، فاول ما اجيب طاجن بقى المره الجايه بقى، بس ان شاء الله على رمضان يعني نكون جبنا الطاجن، يعني هنكون جبنا الطاجن على رمضان نبقى نجرب الباميه في الطاجن. بصوا اللحمه دايبه ازاي. بصوا بس كانت سخنه يعني، بصوا مش قادره امسكها اصلا. بصوا ادي ادي الباميه. بصوا الباميه دايبه ازاي. تدوس على الباميه تلاقي الباميه معاكي ايه اتهري كده على طول، ما مش هتاخد وقت. وشايفين الصلصه بتاعتها لونها حمراء ومسبكه زي الفل ازاي. دي اللحمه. الاستاذ ابراهيم بقى دلوقتي هنا اللي هياخد الخضره ويحطها على الرز. شكرا يا استاذ ابراهيم، مش عارفين نشكرك ازاي والله. ادي الرز بشعريه، وادي اللحمه المحمره، وادي الباميه. واشوفك على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.